وارمان انا معروف عن تاريخي اذا بسب حدا بقولها علنا. انا ما عملت بلاغ على حدا، البلاغ انعمل علي. وين بالسعودية ما بعرف، يمكن كان عايش بالرياض. I don't know. كيف الشفايف بدك تسأل امك يا مان، لانه مصمصت لك هسه. افتكرتني عادل شكل؟ طب انا افتكرتك واحد اخو شرموطه يا برو، شو رايك؟ بتاسف اذا اخطات. Ok. بس un tout petit peu le son frérot. اوكي، هيدي الفكرة. اولا تحية كتير كبيرة لكم، تحية للحموربيز ومش التلتابيز تاع هوك. تحية كتير خاصة للاشوريين، تحية كتير خاصة لجمهورنا بمصر، المملكة العربية السعودية، المغرب العربي، الجزائر، تونس، فلسطين نمبر 1، لبنان، سوريا، أردن، عراق، وشتى البلاد العربية. السلام عليكم جميعا. عرفت علي كيف؟ بدي أحكيكم حكي يكون كتير مختصر مفيد. أولا ما في تراك بيختفي. هذه الحركات الكسكسة، هذه الحركات الكسكسة هي دليل قاطع وجذري بأنه حمورابي هو انتصر بكامل البيف، وهذا لا جدال وتعليق على ذلك. حتى أنا بعتبر نفسي لألكم يا صراحة أنه أنا انتصرت بالمقتل، بس المقتل للأسف صار في جمل مثل لاين بنتي والله أكبر وغيرها من الجمل اللي العالم فهمتها غلط، فالناس صارت تحقد علي كشخص من دون ما تفرق بين قدرة الراب والشخص. فما علينا يعني أغلاط وبتصير، بس عمومة بغض النظر عن التحيزات والقناعات، المقتل كمان هو كان ناجح، كل شيء كان ناجح. البيف مع هوك هو محسوم ومنتهي كليا. اول شيء هذه الحركة الكسكس اللي صارت كتير سهلة. بدكم تعرفوا انه بنظام اليوتيوب مين ما كان بيقدر يحط فيديو. يعني اليوم انت بتحط فيديو لامينيم وفيك تدعي انه هي إلك. عرفت علي كيف؟ هلا يمكن مش امينيم، لان امينيم عنده ماكينة اعلامية وعنده نشر حقوق كتير قوية جدا مع اقوى محاميين بالعالم، بس انتوا فهمتوا شو قصدي بالسبيل المثال عم بعطيكم اياه. فالفكرة انه الامر كتير سهل. يعني هالشي ما بيعني انه حمورابي انحط عليه، او الامر سهل على فكرة. انا هلا في فوت على الكمبيوتر واعمل نفس الشي بهوك، اعمل نفس الشي بكتير عالم رابرز، وادعي انه هاي ملكيتي والامر بيزبط. anyways بدكم تعرفوا شغلة، انه هيدي بتصير مؤقتا على اليوتيوب، بس انا حاليا الاجراءات انعملت. البيت من عندي، الكلام من عندي، شكلي انا هو الموجود بالفيديو. كمان الفيديو، المونتاج، خريطة المونتاج والبروجكت تاع المونتاج كله موجود عنا. فالامر الامر كتير سهل. فنحن مؤقتا حطينا لكم الفيديو بالكامل على الانستغرام. يا ريت كلكم تعملوا شير على اوسع نطاق. بتمنى من كل الحمورابيز يعملوا شير على اوسع نطاق. ياخدوا يعملوا شير للبوست تاع الاي جي تي في، اخر بوست عملته عندي على الحائط. تعملوا له عندكم شير على ستوري مع تاج حمورابي، وتبلغوا كل الناس انه كمالة المشاهدة ستكون هلا على الانستغرام لوقت ما يرجع على اليوتيوب بأسرع ما يمكن.
هيدي من جهة. من جهة تانية صرح الأخو الكسكوس بأنه هو شخص عنيف وجانجستا وأنه الأمر خرج عن الراب. أنا في أعمل حركات وسخة وابعت لكم سكرين شوتس اللي دارت بيني وبينه امبارح قبل الستاتس تبعه، اللي أنا عم بادر بأنه الأمر سيخرج عن الراب. فهو سبق على الأمر عبر أنه يعمل ستاتس ليبين أنه هو الذكر اللي عمل مبادرة الدعوة إلى خروج عن الراب. أنا في بكل سهولة هلا أحط سكرين شوتات وأنتم بتشوفوا هذا الأمر. فأنا صراحة أنا الزلمة مثل ما بيقولوا رضعان الهيب هوب. عرفتوا كيف؟ يعني الهيب هوب مان بدمي، you know. الهيب هوب بدمي، وانا كتير بنتبه على انه الناس ما يكونوا مخشوشين وما ينضحك عليهم وما كل واحد يعمل عليهم التايب الجانجستا والمقاتل انا بكره هيدا الامر كليا. فانا مهمتي لإلكم، لانه انا بدي اياكم تكونوا كمان على خطى منهج ثقافة الهيب هوب الحقيقي. بدي اياكم بالضبط ما ينضحك عليكم. فاذا انتم مفكرين انه هو شخص عنيف، على فكرة مرة صار مشكل أنا وهوك بمصر، لأنه كنت عم بحكي على أمور خاصة بالحرب وبالعنف وأمور أنا بأيدها، هيدي قناعاتي الشخصية. وهو شخص كتير مسالم وطول عمره كان ضد العنف وضد الأمور. فنحن عارفين إنه هو شخص كتير كيوت. المصريين اللي عم بيتابعونا اللي ساكنين بأكتوبر واللي بيضلوا موجودين على الحصري بيعرفوا بالضبط، شايفين هوك وبيعرفوا مين هو. شخص مبتسم كيوت نعوم زي الفل، زي ورقة النعنع بالشاي، طعمته سكر. عرفت علي كيف؟ يعني منه شخص بتاع النمر وعرفت وبتاع الضرب. يعني بدكم تعرفوا كتير منيح أصلا بشكل عام إنه أغلب الرابرز هن كساكس. الجانجستا شيء والراب شيء تاني. عرفت علي كيف؟ يعني أنا بالماضي تبعي كان عندي أمور كتير جانجستا، بس اليوم أنا في كتير أمور ما بتعاطاها لأنه تركيزي على موسيقتي. فأنت بمطرح معين بمكان معين بدك تعمل قرار بحياتك، يا أنت تضلك بالجانج بانجينج يا تعمل الفن. عرفت علي كيف؟ فمن الاستحالة تشوف واحد ملتهب الكارير تبعه وجانج بانجر، أو إنه شخص عرفت علي كيف بتاع نمر. يعني that shit doesn't make any fucking sense. يعني you know what I'm saying. So the thing is هي إنه بكل بساطة إذا أنتوا بدكم ينضحك عليكم ومصدقين إنه هوك شخص عنيف، أوكي عادي، روحوا صدقوه والعبوا هيدي اللعبة اللي دايما بتنلعب عليكم من كتير رابرز عرب، وينضحك عليكم والواحد يستعملكم من مشاعركم. هيدا محمد عبد العزيز ام سي فلاش موجود معنا باللايف، بيقدر يقلكن انه انا اكثر من مره هدات كتير ناس كرمال ما يروحوا يقصوا راسه لهوك. وهيدي هي اسمها النخوه والشهامه. في عندكم كتير ناس فيها تشهد على هيدا الامر. So best underscore S7. انت ليه عم تاكل خرا يا برو؟ ليش عم تقول انا شو بقصد؟ ليش عم تقول عن كلامي؟ ليش عم تلعب دور الشرموطة؟ ليش عم تلعب دور الفتنجي؟ ليش عم تلعب دور الرخيص العاهر؟ ليه؟ best underscore S7. ليش بتنتاك انت مان؟ اوكي اثبت بالسكرينات. طب انا بثبت لكم بالسكرينات عادي، ما عندي مشكله مان. ما انتوا اصلا بتاع سكرينات يعني اغلبكم. انا اسف لكم هيدا الشيء، يعني انا مش من جيل الانترنت، بس عادي ما في مشكله. هو حماني من احمد سامي. لحظه، ندى احمد اللي هو مش ندى، هو نديم. هو شخص متنكر باكاونت امراه. يا ندى انت او انتي او ما بعرف، انت كنت موجود. طب ما انا اليوم في اعمل ديس واكتب توباك كان بشركة الطيران مثلا، وانت رح تصدق، ما انت ما موجود معنا. ما نفس الشيء. كيف انت هلا هو خلص قال هوك انه احمد سامي 1 2 3، فانتوا بتصدقوه مثلا؟ اوكي صدقوه عادي، روحوا صدقوا مان.
اللي حضر دس المقتل ودس المدفن بيعرف بالضبط اللي انا حكيتهم، شو صحيح وشو مش صحيح، وعرف بالضبط المقارنات ما بين كارير حمورابي وكارير هوك وشخصيه حمورابي وشخصيه هوك. في كتير امور، انا هذا الفرق انه انا بحكي حقائق. عرفت؟ فانت اذا مصدق روح صدق عادي. ليه خليت كردي ياخذ فلوس الحفله؟ ما حدا اخذ فلوس من الحفله يابا، عرفت؟ نحن اخذنا مبلغ بسيط ورحنا سكرنا فيه بنايت كلاب بشارع الهرم وذاتس ات. فعرفت كيف؟ فانت كمان هيدي عم تحكيني عن قصه فلوس كردي. اذا انت مصدق يا خيي صدق، انا يعني مش اجي تعب نفسي انه اقنعكم او انه انه عادي يا مان، عادي يعني. انا عارف حالي، العالم بتعرفني وانا بعرفها وانت وعادي. انا حاليا بمصر، لا لو انا حاليا بمصر ما كان بيكون في شيء اسمه ام سي هوك اصلا بالكوكب الارض. اوكي فاذا anyways الفكره وما فيها يا حلوين. الفكره وما فيها يا حلوين انكم رح تعملوا شير، رح تعملوا شير للبوست اللي انعمل على الوول تاع المدفن على الاي جي تي في. حطوه عندكم بستوري تاج حمورابي، وبتعملوا مكتوب صغير بتقولوا انه لكل من يريد مشاهدة المدفن في الكامل، الفيديو في الكامل مؤقتا، يضغط على الستوري اللي انتم رح تعملوا له شير من الاي جي تي في، وقالوا لهم بانتظار عودة المدفن على اليوتيوب بأسرع ما يمكن. وإن شاء الله تكونوا بخير، وبحبكم كلياتكم مان. تحياتي كتير كبيرة لكم، وانتبهوا على حالكم، ولقائنا بقريب. وخليكم على استعداد لفيديو كليب علي الصوت من قلب داخل الأهرامات. تحية كتير كبيرة مان لمصر. يا سير، سلامات.